القافلة التونسية عندما تحركت من تونس لماذا لم تتحرك عن طريق البحر وتحركت عن طريق البر؟ لأجل أن تعطي للإعلام مشهد ويتم تغذية المشاهدين اللي متغذيين انه غزة تحتاج مساعدات فقط، لا تحتاج حقن للدماء. كل الإعلام وكل العالم يطالب بوقف الحرب على غزة وأولهم حماس لأجل المساعدات وليس لأجل الحرب أو القدس أو الممر الآمن بين الضفة وغزة أو البوابات أو حقن الدم الفلسطيني. يريدون المساعدة، فالعالم تغذى على هذا الأساس وبدأ بالترويج لاستقطاب المساعدات عن طريق قوافل أو بمسمى القوافل. ولكن عند النظر إلى القافلة التونسية بدل من أن تأتي إلى البحر تأتي عن طريق البر، لأنها تأخذ وقتا طويلا حتى الوصول إلى معبر رفح، وبالتالي الترويج الإعلامي والتمهيد. نجد الجزيرة فاتحة بث مباشر، نجد الجزيرة تستقطب المحللين، نستقطب السوشيال ميديا، كل أبواق حسب بشارة تحدث عن القافلة. والهدف مصر وليس غزة. إن كان الهدف غزة فلماذا لم يكن من البحر؟ ولكن الهدف الوصول إلى المعبر المصري وتعهير مصر وضرب مصر، وهذا من طاعون الأمة. هي خطر. نستذكر أن مصر مشاركة في المفاوضات، ونستذكر حماس خرجت الإعلام أكثر من مرة ترفض المقترحات المصرية. نستذكر أن مصر متضررة من قناة السويس وإغلاقها بسبب ضربات الحوثيين ولم تفعل شيء. نستذكر أن مصر انقطعوا عنها الغاز، تفضل يا تونس اعطيهم غاز. نستذكر أن في المغرب جيش احتلال يتدرب، كان الأحرى على هذه القافلة أن تتحرك وتمنع هذا الجيش، مثل ما حركة حماس أخذت دمنا الفلسطيني وروجت عن فكرة الإخوانجي النجس أنها المقاومة ولا تدافع عن الشعب، أنها المقاومة والجيش يحتل، أنها المقاومة والشعب يحتل، أنها المقاومة وصلنا فيها ل 617 يوم من الدم والذل والجوع والقهر ومشاهد الدماء والأشلاء، وهم يجلسون في حكم خطر. روجوا هذا الفكر للعالم حتى يحصلوا على مكتسبات مالية من الشعوب الفقيرة، على مكتسبات حكومية بالجلوس في قطر. من الذي يضغط على المفاوضات؟ مصر. كيف نردع مصر؟ بضربها. كيف يتم ضربها؟ استغلال العاطفة من الشعوب المتضامنة مع غزة وتسيير القوافل كقافلة تونس وجيبها على مصر وضرب الإعلام المصري. لذلك نشاهد الآن أغلب بثوث التيك توك يا تونسي فاتح ضد مصر، يا مصري فاتح ضد تونسي. إنها الفتنة، وهدف هذه الفتنة إخراج الخلايا النائمة في مصر، الخلايا النائمة التي تم تنويمها بالكندرة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية بعد قضية مرسي وبعد الثورة. لذلك نشاهد كل الإخوانج المعارض الذي خرج من مصر يركز على هذه الأداة، فهم استغلوا عاطفة العالم وعاطفة الشعب التونسي لضرب الأمن المصري حتى يستغلوا هذا في خراب مصر وتكوين أساس جديد إخوانجي داخل مصر بعد فشل مشروع مع مرسي. هذا هو الحقيقة.